السلام عليكم. في سنة 1919 تقريبا بدت الجالية الإيطالية تشكل فرق في ليبيا، زي مثلا فريق أنطونيانا وسان فرانسيسكو بالليسترا، ويلعبوا في مباريات ويديروا في دوريات ما بيناتهم. وبعد وقت زادت شكلت فرق لدول أجنبية موجودة قاعدة في ليبيا. على سبيل المثال الفرق الإنجليزية الفرقة 74 والفرقة 78 والجيش 25، وفيه فريق اليوناني والفريق المالطي، وفيه حتى فرق يهودية على سبيل المثال الفريق الواه وفريق مكابي اللي سكرت الحكومة الليبية سنة 1953 بسبب تورطها في علاقاتها السياسية مع الكيان الصهيوني وتحريضها ضد الحراك الوطني لاستقلال ليبيا اللي كان مقره في نادي الاتحاد. المهم كانت اغلب المباريات بين الفرق هذه للدندار في طرابلس كانت في شارع الزاوية، بالتحديد في مكان مستشفى الزاوية حاليا، وفي حتى في شارع ميزران في ملعب تغار مكان مستوصف ضمان، وفي شارع الصريم، وفي ملعب مصنع التبغ، وفي بنغازي حتى هي كانت مباريات تلعب في الملعب الأحمر وبعدين في الملعب البلدي. وفي سنة 1924 تأسس أول فريق ليبي خالي من أي عناصر أجنبية، واختاروا ليه اسم الاتحاد الليبوني، وكان فيه لاعبين زي محمد الزنتوتي ومسعود الزنتوتي وابو بكر الخوجة وسالم الشريميط والمهدي الكريكشي. في سنة 1931 تقريبا السلطات الإيطالية فتحت الملعب البلدي بسعة 5000 متفرج، وفرضت اسم جال بدل اسم للفريق الليبي الاتحاد الليبوني. طبعا اسم جال هو اختصار لثلاث كلمات إيطالية ومعناها الشباب العربي الليتوري، وهي منظمة سياسية فاشية إيطالية، والشيء هذا اللي خلى اللاعبين الليبيين انهم ينسحبوا من الفريق بشكل نهائي. وفي سنة 1936 أسس محمد الكريو فريق ثاني سماه فريق بالخير، وتقريبا بعد عام السلطات الإيطالية سكرته. وبعد فترة شكل فريق ثاني اسمه الشباب العربي بشرح ميزران، وفي فريق ثاني حتى هو اسمه الشباب في المدينة القديمة، وفريق ثاني تأسس حتى هو في زاوية الدهمامي. في سنة 1943 تأسس النادي الأدبي الليبي عن طريق الشاعر المعروف أحمد الفقيه حسن، وضم تحت الفريق الشباب المدينة القديمة اللي كان يضم فيها أولاد الزنتوتي الأربعة محمد وعلي ومصطفى ومسعود الزنتوتي، بالإضافة إلى شريميط والكريو والكريكشي. في نفس السنة في سنة 1943 محمود الخوجة أسس فريق النهضة بالمدينة القديمة. وفي بداية شهر 7 في سنة 1944 بدأت المفاوضات بين فريق الشباب اللي تابع النادي الأدبي وبين فريق النهضة. المفاوضات والمشاورات هذه كان هدفها شيء واحد بس، واللي هو تأسيس نادي ليبي ينافس الفرق والأندية الأجنبية الموجودة في ليبيا. وبالفعل يوم السبت الموافق 29/7 سنة 1944 الساعة 8 بمبنى الأوقاف تم الإعلان على توحيد الفريقين وتأسيس أول نادي ليبي. اختار للأستاذ محمد الشغير اسم الاتحاد وصمم له الشعار المعروف لتوا المهندس المعماري منصور كعبار. الشعار زي ما تعرفوا 3 حلقات ويرمز لاتحاد الأقاليم الثلاثة برقة وفزان وطرابلس، في رمزية لتوحيد ليبيا واستقلالها، وهذا هو كان الحلم في ذاك الوقت. المهم تم انتخاب اول هيئه لنادي الاتحاد، وكان رئيس محمد الكريو ومحمود الخوجة هو نائب ليه، وكان سالم الشريميط هو امين الصندوق، والطاهر النابه هو المراقب المالي. منصور كعبار ومحمود زقعار وعلي المشرقي ومظفر الامير اعضاء في الهيئه. تقريبا بعد 3 شهور بس الإدارة الإنجليزية سكرت النادي لمدة أسبوعين، والسبب أن النادي كان له دور كبير في تنظيم الإضراب العام اللي داروه المواطنين بسبب أعمال القتل والإرهاب اللي كان يمارس فيها الاستعمار الإنجليزي هذاك الوقت. في سنة 1948 و49 طلع من نادي الاتحاد مظاهرات تطالب بالاستقلال وإسقاط مشروع بين سفوزا. اللي ما يعرف شنو هو مشروع بين سفوزا، هو مشروع وصاية بين وزير الخارجية الإيطالي سفوزا ووزير الخارجية الإنجليزي بيفن. مشروعهم هذا قدموه للأمم المتحدة على أساس أن ليبيا حتاخذ استقلالها بعد 10 سنوات، وفي الفترة هذه تتقسم ليبيا إلى 3 أقاليم، برقة للإنجليز وطرابلس لإيطاليا وفزان لفرنسا. وفي النهاية المشروع فشل وما نجحش، وكان لنادي الاتحاد دور كبير في توجيه الشارع وتوعية المواطنين على خطورة المشروع هذا وزرع روح الاستقلال عندهم. طبعا نادي الاتحاد استقبل مجموعة من الشخصيات الوطنية المناضلة لاستقلال ليبيا، أبرزهم بشير السعداوي اللي اختار أن يكون نادي الاتحاد مقر له ويدير فيه الاجتماعات والملتقيات
والندوات. نادي الاتحاد ما كانش دوره النضالي محصور في ليبيا بس، كان له حتى دور في دعم الثورة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي في نهاية الخمسينات القرن الماضي. هذا على السريع دور الاتحاد النضالي وتضحيته لأجل استقلال ليبيا ورفع الظلم عن الشعب الليبي. تو نجول للجانب الرياضي واللي تخصص فيه نادي الاتحاد أكثر شيء. بعد شهرين تقريبا من تأسيس النادي، بالتحديد يوم 21/9 سنة 1944، فريق نادي الاتحاد يلعب أول مباراة له في تاريخه، وكانت قدام فريق بلستا فيرتوس الإيطالي. طبعا المباراة اندارت في الملعب البلدي، والاتحاد خش بأول تشكيلة رسمية له، وضمت كل من عبد الحفيظ بيزان حارس مرمى، وسالم شرميط، ومسعود الزنتوتي، وعبد الله بوقرين، وسالم بن حسين، والسنوسي مرسيلة، والمبروك المصراتي، ويوسف بن عبد الله، وعلي برقيقة، وحسن الأمير، وعامر مجراب. بالنسبة للأجواء اللي قبل المباراة، كان طبيعي ان الجماهير كانت تراجي في المباراة هلبة، وكان في شغف وشوق ان يشوفوا اول فريق ليبي ينافس في الفرق الايطالية، وكانت اغلب الهيرز على الفريق هذا وعلى المباراة هي لانهم يشوفوا فيها تاريخية ومصيرية. وفي يوم المباراة كان الجمهور حاضر وبقوة في مدرجات الملعب البلدي، وبدت المباراة التاريخية. وبعد 21 دقيقة قدر فريق الاتحاد انه يسجل اول هدف ليه في تاريخه عن طريق مسعود الزنتوتي. وفي الشوط الثاني في الدقيقة 54 بالتحديد، محمد الزنتوتي يسجل الهدف الثاني لفريق الاتحاد. وفي الدقيقة 60 والدقيقة 66 رجع مرة ثانية مسعود الزنتوتي ويسجل هدفين. وفي الدقيقة 75 حسن الأمير يسجل الهدف الخامس لفريق الاتحاد. وسجل الفريق بلسترا جولين عن طريق جينارو، الجول الثاني جاء من علامة الجزاء. المهم بالفوز ده لفريق الاتحاد قدر انه ينهي السيطرة المطلقة للأندية الأجنبية اللي هي الإيطالية والإنجليزية على كرة القدم في ليبيا، وبدا هو منافس قوي له. وزاد إقبال المشجعين والداعمين لنادي الاتحاد لأنهم يشوفوا فيه وقتها إنه هو الوحيد اللي قدر يكسر شوكة الاحتلال. وبالفعل كان فريق الاتحاد منافس قوي للفرق، وكل مباراة يفوز بها تزيد القاعدة الجماهيرية للنادي. وهذا باختصار على المرحلة الأولى من تأسيس نادي الاتحاد. وإذا كان شفتوا فيه أخطاء تاريخية يمكن في السرد ولا حاجة هذه، يا ريت تصححونا وضعوا في التعليقات وتعطونا حتى المصادر معها. تقبلوا تحياتي، أنا حسن بوقرين، والمراجعة التاريخية أحمد القلعي. السلام عليكم.